اليوم غادي نهضروا على واحد القضية اللي هزات المغرب كامل، هدم ما سمي بقصر الضيافة في بوسكورة، واحد المشروع اللي وصلت قيمته لأكثر من 16 مليار سنتيم واللي دار جدل كبير في السوشيال ميديا. نهار الأربعاء 12 نوفمبر السلطات في إقليم النواصر دخلات وبدات عملية الهدم. هذا القصر كان مبني فوق أرض فلاحية واللي القانون ما كيقبلش فيها مشاريع كبار بحال هذا الشيء. في الأصل المشروع كان مرخص غير كدار ضيافة قروية ومعها مرافق ديال الفروسية، ولكن من بعد تبدل الشكل ديالو وولات كاينه قاعات حفلات كبار، وهنا بدات المشاكل حيت ما كانش عنده الترخيص لهذا التغيير. السلطات كانت ساحبه الترخيص ديالو من 2022 وعطاته مهله باش يسوي الوضعيه او يهدم من راسه، ولكن حسب المصادر الاشغال بقات كتكمل بلا ترخيص، وهذا الشيء اللي خلاهم يدخلوا للهدم. من الجهه الاخرى صاحب المشروع خرج كيصرح وقال باللي اللي وقع مهزله وباللي استثمر 160 مليون درهم وما جا حتى اشعار رسمي قبل الهدم، وزاد قال باللي كان كيستنى رخصه استثنائيه ولكن ما جا حتى جواب. واحد التفصيل زاد الكارثه، المستثمر كيقول باللي قرار الهدم وصلوا غير في واتساب وماشي عن طريق مسطره اداريه رسميه. وصل واحد 150 مليون ديال الدرهم. اليوم كنلاحظوا تعسف ديال السلطه، جاو ريبوا الحيط، ما عندناش قرار ديال الهدم، ما توصلنا حتى حاجه، ما دخلوش من لابورت برينسيبال، دخلوا من الجنب ريبوا الحيط ودخلوا. الا كنا حنا مغاربه وكنانفيستيو راه حنا مغاربه، الا كنا بغيتوا تجريو عندنا قولوا لنا. حنا لو بروجي انتم كتشوفوه، هادشو اللقطات ديالو اللي 5 هو كيتنقش ان بلان اوتوريزي اللي واخدينو وعندنا لوتوريزاسيون ديالنا، درنا كيلكو موديف، قال لك لا لي موديف راه تحلات لا ديروغاسيون ديال السياحه، دفعنا لا ديروغاسيون اللي اون كور، قلنا ليه الله يخليك صبر واحد الشهير ديال الايام الا ما كان هذا ديك الساعه نديروا داك الشيء بخاطر خاطرنا. راه اليوم حيدنا الحيط، هو كيريف في الحيط، عندنا لداخل السلعه، عندنا لي لوستر، عندنا واحد تقريبا واحد 10 مليون ديال الدرهم ديال السلعه اللي كاينه لداخل، ولات عرضه للطريق. كيقول لنا سيدنا انفيستيو، تيقول لنا خدموا، انا وراكم جيت نخدم، مشيت عند السيد العامل دابا العماله ما كاينش، دويت مع المدير الديوان او عنده ريونيون، هو غادي يشوفك امتى غيشوفني تيكمل هادشي في ترياب. حنا ناس ما كنعرفوا لا تعسف، ما كنعرفوا مضاربه، ما غنطلعوا نغوتوا ما والو، حنا ناس دي زانفيستيسور اللي كنخدموا في لا في القانون. الله يخليك السيد العامل، كنتي كتشوفني حاول توقف هذه المهزله، حيت هذه مهزله وخارجه على النطاق ديال القانون. اول مره غادي نبان انا في التيلي ولا في هادشي، علاش؟ لحقاش فريمون حقره هادشي. بيان سور ما ساهلاش، بوندون 6 انا كنبني هادشي، كيشوفوا هادشي كله كيتبنى، حتى التفينه وتركب التريات وتا المحل غادي يحل وغادي يكون كلشي وهذا. عندنا واحد 200 منصب شغل باش غنبداو، هذه باش غيكون ديبار. كيتقولوا لنا عاونوا الفيفا كاس العالم، حنا كنديروا مشاريع اللي هي اقتصاديه كبيره اللي غتحرك البلاد، وفي الاخر تخليني حتى نسالي وتنفيني، وانت كيف كتشوف وتجي وتريب هذا ما هادشي اللهم ان هذا منكر. كاينين حدانا ناس بلا ذكر الاسماء دي باتيمون نون اوتوريزي، دي باتيمون كومبليتمون نون اوتوريزي، وهما خدامين حتى واحد ما جدوا معاهم. اذا انا اليوم كنطالب من السلطه توقف، حيت ما كايناش المسطره وما متبعينش المسطره، جايبين لنا جرافات باش يدخلوا للمحل يدقدقوه، هادشي راه ما يبغي لا العقل لا ربي لا العبد. وإلا كنا دايرين شي خطا حنا نتحملوه، اي خطا درناه حنا نتحملوه، حنا ولاد القانون وكنعرفوا القانون. وصلنا دابا 155 مليون ديال الدرهم، انت كتشوف لي فوتو كتشوف المسائل تسالينا فينينا صبغنا صوبنا لي تيراسمون، هذا عاد جا هو تيقول لك واحد، ومنين بدا من الجنب ديال الحيط باش يخسر الجماليه وباش يخسر هذا البروجي باش ما يبقاش عنده قيمه. اذا الله يكثر خيركم. الا غنقول لك كاين اكيد، حيت هذا الشيء هذا ملي كنمشي عند مسؤول كبير وتيقول لي فوق طاقتي، اذا كاينين بغينا نعرفوا هاد الناس هادو شكون، الا بغاو تينا ولا بغاونا نخرجوا من هنا غير يقولوها لنا، اما باش يجيو بالطريقه التعسفيه وفي هذا الوقت ويدخلوا من الجنب ويهرسوا الحيط وتيدقدقوا في الزيتون وما عنديش امر بالهدم، ما تعلمش بيان سور. الا عنده هو السيد القائد انا تنقول عطيني غير الامر، تيقول لي صيفطوا لك في الواتساب. اش من واتساب؟ انا راه جروب فيه 200 خدام، لما نصيفطوا انا ما توصلش، كيفاش صيفطوا لك في الواتساب؟ واش كاين هذا الكلام هذا؟ الله يكثر خيركم. دوينا حبيا، مشينا عند السيد العامل ما استقبلناش، ماشي ما بغاش يستقبلنا باش يشوف باش يحاول يوقف هذه المزاله، وما بقى لنا الا الاعلام. احنا جينا ليه وحنا عزلنا جرائد اللي نقيه اللي غتوصل الكلمه ديالنا. والله يكثر خيركم لما نشوفوا هذا الشيء باش يوقف. شكرا. وهذه النقطه خلات بزاف ديال الناس ينتقدوا الطريقه. هذا الملف خلق نقاش كبير، علاش بعض المشاريع الكبيره كيتغاضوا عليها وهذا المشروع بالذات طبق عليه القانون بهذه الصرامه؟ واش كاين تمييز ولا غير مثال صارم على تطبيق القانون؟ الحدود الساعه القضيه مازال فيها بزاف ديال التساؤلات، والوثائق والمسطره باقين قيد البحث، وغادي نبقاو متابعين هذا الملف باش نجيبوا لكم اخر المستجدات. خليوا لنا رايكم في التعاليق.